السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية شيرين في المطبخ. النهاردة هنعمل صينية بطاطس اهي زي انتم ما شايفين، وهعمل رز وهعمل ملوخية وهعمل فراخ مشوية. تمام، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا حلة سخنة بسخنها على النار، وهنبدأ نشوح الفراخ بتاعتنا عشان الزفارة بتاعتها يا جماعة. ما ينفعش اسخن مية واغليها واحط فيها الفراخ مليانة بكتيريا. لازم الاول تشوحي الفراخ كويس على النار لغاية لما تشرب المية بتاعتها، وبعد كده تبدأي تحطي فيها التوابل بتاعتك. انا هنا بسخن الحلة بتاعتي ومستنية الفرج يجي اهوت. هنبدأ دلوقتي ننزل بالفراخ. لو انت وصلتي للمرحلة دهيت واول مرة تشوفي القناة بتاعتي، ما تبخليش عليا بالاشتراك ولايك. ولو انت مش مشتركة عندي ودخلتي على المحتوى بتاعي وما عجبكيش، يكفي اللي انت شرفتيني، ما تبخليش عليا بلايك. انا هنا بوريكم راس الفرخة، لازم تشيلي منها الجلد بتاعها عشان هو السبب الاساسي لزفارة الفراخ، اللي هي الرقبة. جلدة الرقبة نفسها شيليها. انا حطيت هنا الفراخ بتاعتي وبشوحها وبحط لها دلوقتي البهارات بتاعتها. فلفل اسود معانا. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. ونحط شوية سماق، وهنحط كمان ورقتين لورا. تمام. وحطيت شوية بهارات فراخ. تمام. وحطيت شوية كمان حبهان. تمام. هنا بفك الكيس عشان احط ورقتين اللورا. معلش يا جماعة مش بعرف اجري الفيديو، وعشان الضوضاء اصلا يعني انا بسجل بصوتي، معلش واحدة واحدة عليا. هنا بقلب الفراخ كده وهغطيها وهسيبها تتشوح وتتعامل مع نفسها لغاية لما تشرب المية بتاعتها. نسيت اقول لكم هنا اللي انا نسيت احط بصل. عريت الحلة تاني او فتحت على الحلة تاني معلش، وقطعت بصلاية 4/4. عايزة تقطعيها زي انت ما عايزة تقطعيها براحتك. المهم البصل برضك ده اساسي لتشويح الفرخة بتاعتي. وما اديها تقلبتين كده محترمين، مش عشان البهارات هي تتجانس فيها. وبعد كده هغطيها تتعايش مع نفسها لغاية لما تشرب المية بتاعتها. هنرجع بقى نعمل مع بعضينا دلوقتي. اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. صلوا على النبي كتير يا جماعة، واذكروا ربنا دايما كتير عشان الاكل يبقى فيه بركة. هنا بقى بوريكم اللي الفراخ كده شربت المية بتاعتها واتشوحت. تمام. وهنزل عليها بالمية الفطرة بتاعتي. هي ملحقتش تسخن بصراحة، هي كانت دافية بالنسبة لي يعني. تمام. حطيت المية بتاعتي اهيت، وهكمل شوية مية كمان، وهسيبها بقى تتعايش مع نفسها. استحالة الطريقة دي تطلع ريم من زفرة الفرخة، استحالة. بدل انت شوحتيها كويس اهي. بص بوريكم، بصوا الشوربة فلة، والله كانت اول غلوة ليها اهي. بوريكم اللي ما فيهاش ريم واحد حتى. التشويح هو اللي بيمنع الزفارة. هنا بقى هنعمل البطاطس بتاعتنا. مقطعة كام بطاطساية كده على حسب الصينية اللي عندك، وعاملة بصل جوليان. تمام. مقطعه برضك. وهبدأ احط التوابل بتاعتي اللي هي مكونة من فلفل اسود هحطه. تمام. واحط 7 بهارات بتاعتي. تمام. واحط شوية ميكس بهارات انا كنت جايباهم من عطار اهوت. مش عارفة هو يصلح لكل حاجة بصراحة، بس انا مش عارفة اسمه عشان ما اكدبش عليكم. انا بحطه مع لحمة، بحطه مع فراخ، بحطه مع محاشي. تمام. وبحط هنا الملح بتاعي، العلبة فضيت مني وانا بعمل الاكل. تمام. وهنحط معلقتين سكر عشان تظبط الطعم البطاطس. معلقة سكر كده عشان تظبط البطاطس. وهنحط اللهم صل عليك يا نبي معلقة توم.
تمام اهيت معلقة توم. وبعد كده هقلب كل التقليبات الحلوة دي مع بعضيها، والريحة مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. الميكس بتاع البهارات مع البصل مع التوابل مع الثوم، تمام مش قادرة اقول لكم. طبعا انا ضربة طماطم في الخلاط. عايزة تحطي فلفل حامي تمام، انا مش بحط فلفل حامي عشان معايا اياد صغير. تمام. عايزة تحطي قولوا معايا تقطعوا فلفل على البطاطس بالطريقة دهيت تمام برضك. بصوا اعملوا اللي انت عايزة تعمليه، انت حرة في اكلك، بس حاجات يعني اضافيات براحتك اتعاملي انت. هنا بحطها بقى، انا عاملة صينية صغيرة خالص اصغر صينية عندي، حطيتهم كلهم بعد ما ما قلبتهم كويس، وهبدأ انزل بالطماطم بتاعتي. الطماطم دي فيها فيها شوية فلفل عشان ما تبقاش عدمة، فيها شوية فلفل وشوية ملح، بس هي ما تصورتش. التليفون كان قاعد يفصل. لو وصلت للمرحلة دهيت ارزعيني لايك يا بوسي. يلا يا لوزة اهيت. الطماطم طبعا لو تقيلة معاكي ابدأي خفاها بشوية مية، وحاطة مع الطماطم نسيت اقول لكم معلقتين صلصة عشان تدي حمار شوية. ماشي. الاستاذ محمد جوزي بصوا واقف ازاي بيتفرج من ورا الباب، وبيقول لي هو انت بتصوري؟ قال انا امة محمد سامعه صوته وهو داخل بيقول لي انت بتصوري. يعني ربنا يهدي الحال يا استاذ محمد. المهم بعد ما كان هيكسر عليا الباب، رحت قلت له ادي الباب اهوت، انا زهقت منكم. هنا بحط على وش الصينيه معلقتين سمنه كده، تمام. المتاح عندك حطيه سمنه هولندي سمنه بلدي، وزعي كده معلقه سمنه محترمه كده على الوش، واديها فين، ارزعيها على البوتاجاز مش تتعامل مع نفسها. اوعي تهري البطاطس بتاعتك، تمام، واوعي البطاطس بتاعتك تنشف، خلي يبقى فيها كده صوص خفيف. هنا اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين، حطيت البطاطس طبعا على النار تتعامل بقى مع نفسها. الفراخ هنا استوت، هنبدأ نحطها فين في الفرن. بطلعها هي من الشوربة بتاعتها. انا يا جماعة ما بستعملش شوربة الفراخ، مهما كان نظافتي في غسيل الفرخة، وبغسلها بطريقة مرة واتنين وعشرة وعشرين، وبحط لها ملح ودقيق وليمون والكلام ده هوت. الفراخ مليانة بكتيريا. انا عندي وسوسة من ناحية شوربة الفراخ، ما استعملهاش ابدا. استعمل ماجي عن الفراخ، استعمل مرق الدجاج عن مية الفراخ. انا هنا طلعت كل انا كنت عاملة فرخة ونص، تمام. بحط على الوش دلوقتي كل حتة او كل قطعة بحط لها شوية زيت كده. معايا كوباية فيها كوباية فيها نص كوباية مية، على معلقتين صلصة، على شوية فلفل اسود، على شوية ملح اهوت. والميكس ده هوت احطه على هحط على وش الفراخ. وفي حتة انا مش هحطها عشان محمد قال لي انا مش عايز بصلصة، عايزة زي محمرة كده. انا بوريكم اهوت، وهنبدأ ندخلها الفرن تتعايش مع مع نفسها اهوت. صلوا على النبي يا جماعة، ارزعوني لايك عشان البيتج واقع بالله عليكي. لو انت شفتي المحتوى بتاعي ما تبخليش عليا بلايك. هنعمل هنا شوية ملوخية ناشفة. حطيت شوية مية، وحطيت مكعب ونص ماجي، وحطيت نص معلقة كربوناتو. هي الملوخية دي يا جماعة انا جايالي من الصعيد، بحافظ عليهم بصراحة. اول مرة اكل ملوخية ناشفة يكون ليها عرق، يعني مش قادرة اقول لكم على جمالها. شوفوا خضرها من قبل ما احط الكربوناتو، بس الكربوناتو انا وجهة نظري بيحافظ على خضار الملوخية، تمام. انا بوريكم هنا اللي الكربوناتو هو اللي عامل الفوران للملوخية هنا. طبعا انتوا مش هتسمعوا الصوت عشان انا كنت متعايشة مع نفسي وكنت بعمل التقلية. انا حذفت القصة دهيت، التقلية وقعت عليا وعلى هدومي، وقعت على الارض. طبعا انا مسحت اللي جرالي وانا بحط الطشه. هنا بقى هسيبها تاخد غلوتين كده مع نفسها، ووطيت عليها النار على قد ما اقدر.
هي زي الخضرة، بس دي انا لازم بديها غلوتين 3 كده مع نفسي. وهنبدأ نعمل لها الايه، الطشة بتاعتها. تمام. بحضر دلوقتي معلقة توم كبيرة على نص معلقة كزبرة او معلقة كزبرة صغيرة على معلقة سمنة كبيرة. تمام. وبعد كده هنبدأ نحط الطشة بتاعتنا على البوتاجاز. لو انت وصلتي للمرحلة دهيت ابعتيلي شيرين طشة. تمام. ما تبخليش عليا بلايك، تبخليش عليا باشتراك. لو تكرمتي وبعتيلي كومنت حلو اكون مشكورة ليكي واكون سعيدة بيكم. جماعة الخير، انا من غيركم ولا اي حاجة، انتوا صحابي واخواتي واهلي وعشمانة فيكم. ربنا اعلم انا بتعب قد ايه عشان المحتوى ده يوصل. ساعدوني عشان يوصل، ساعدوني بعد اذنكم. بالله عليكم ساعدوني عشان البيتش ما يقعش. انا بقالي 4 سنين قاعدة بعمل قولوا معايا في القناة بتاعتي دهيت، والبيتش اصلا يعني ضعيف، يعني اللي عندي مشاهدات ضعيفة. حاولوا تساعدوني وتشيروا الفيديوهات بتاعتي ودوسي على الجرس، وبعد كده دوسي على الكل عشان يوصلك الاشعارات بتاعتي. الاشعارات ما بتوصلكيش عشان البيتج واقع. هنا بوريكم اللي انا بعمل هنا التقلية، وكانت الصدمة هنا عفوا كانت الصدمة هنا بعد ما عملت التقلية وكل حاجة جاية بحطها على الطشة، راحت وقعت على هدومي ووقعت على رجليا، وساعتها رجليا اتحرقت. هي مش اتحرقت، هي احمرت قوي كده. بس انا حذفت ده كله عشان انا صوتت جامد في الفيديو، والتليفون وقع كمان اتزحلق من الستاند، وكان يوم بالنسبة لي غريب. تمام. هنا اللهم صل وسلم عليك يا اشرف المرسلين. هنا بردك انا بقلب في الطشة بتاعتي اهيت زي ما حضراتكم بردك شايفين. مش عارفة هي طولت ليه الطشة كده، مش هتخلص هي ولا ايه، مش فاهمة. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليك. هنرجع تاني للموضوع بتاعنا اللي مش هنخلص منه دلوقتي. الطشة بتاعتي اهي احمرت خالص. فين الحلة دلوقتي؟ هندور عليها دلوقتي. صلوا على النبي يا جماعة، اذكروا الله دايما في بقكم، خلي البيت بتاعك يتملي بالبركة وذكر الله. ذكر الله يا جماعة، وصلوا على النبي كتير. هنا بقى كانت الصدمة بالنسبة لي. طبعا الطشة كانت صوتها كان مش قادرة اقول لكم، كانت بتسمع الجيران اللي جنبينا. طبعا بما ان انا بسجل دلوقتي صوت عشان اللي حصل لي. تمام. وكويس اللي هي اتمسحت اهيت، اتمسحت بنجاح. تمام. وكانت اهيت بوريكم هنا عمل ده المفروض. بصوا اتمسحت. ودوت يا ستي بعد ما البطاطس بتاعتي والفراخ اتعملوا. دي كانت البطاطس، وادي الرز اللي عملته، وادي الملوخية، وادي الفراخ، وعملت شوية سلطة كده. وكانت أكلة بسيطة خالص، ونورتوني وشرفتوني. باي.